كابتن ايمن عبد العزيز قبل بطوله السوبر المصري كان مع الاعلامي مهيب عبد الهادي، والاعلامي مهيب عبد الهادي بيساله رتب لي من وجهه نظرك الفرق اللي مرشحه بالبطوله، فالكابتن ايمن عبد العزيز راح قايل له تعال نسمع بس. انما فنيا في الترتيب اقول لك بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي. في الفنيات اسلام بيتكلم في نقطه مهمه، بس هو بيتكلم على حات ابوك عايز ايه؟ فهمني بس اللي انت قلته ده. كابتن ايمن، هو انت درست الكلام ده قبل ما تقوله؟ انت دارس الكلام دوت قبل ما تقوله؟ يعني انت درسته وعملت عليه سيرش وكده والكلام دوت؟ الاهلي سيبك من وجهه نظرك بقى، عشان انت وجهه نظرك اصلا مش موجوده خالص. يعني انت وجهه نظرك يا فندم هي ما تعتبرش اصلا حاجه، لكن انت درست الكلام ده. الاهلي ترتيبه في البطوله الرابع اكبر دليل على اللي انتوا فيكوا ناس المفروض تكون هي الطايفه اللي فاهمه. قسما بالله ما فاهمه اي شيء، قسما بالله ما فاهمه اي شيء عن اي شيء. كابتن ايمن عبد العزيز ولا دارس الكلام ده ولا عمل عليه سيرش ولا عارف هو ايه بيقول ايه ولا عارف هو بيتكلم عن ايه. النادي الاهلي مركزه او ترتيبه الرابع في البطوله، انا مش هقول حاجه والله. هو دي الدماغ اللي احنا بنخاطبها، وهي دي الدماغ اللي ظاهره على الشاشات. يعني هي دي الدماغ اللي احنا بنخاطبها، وادي الدماغ اللي احنا بنشوفها على الشاشات.